السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا. من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. شايفين يا جماعة اللبن؟ والله العظيم جايباه علشان اعمل بيه البشاميل. جيت احطه على النار لقيته عامل كده. يعني ده لبن بقري. انا بجيب البقري نعمل بيه مثلا ادس بيه، اخبز بيه، اعجن بيه حاجه كده. لكن احنا ما بنشربوش، احنا بنجيب الجاموسي نشربه. وكمان الجاموسي والله يا جماعه انا بغلي ال5 كيلو عشان اشيل حته قشطه لعيالي، ما بلاقيش عليه ولا حته قشطه. الفلاحين اللي بيشيلوا القشطه اللي بيشيلوا وش اللبن. ما تبيعوهوش بقى طالما انتوا بتبيعوا الحاجه وعينكوا فيها. ما انتوش عارفين ان الناس ديت بتجيب الفلوس ازاي، ولا هي متمرمطه بيها وطافحه بها الكوته ازاي عشان تجيب كوبايه لبن نظيفه لعيالها تشربها، وتبقى عينكوا فيها وبتشيلوا وشها. لا ما تبيعوهوش خالص، ما تبيعوهوش خالص. انت عارفين انت لما تشيلوا وش اللبن وكمان تحطوا على اللبن ميه، يعني اللبن ده يا جماعه محطوط عليه ميه. شايفين؟ شايفين؟ شايفين الميه يا جماعه؟ ربنا هيجي بقى يوم القيامة ويقول لك طلعي لي المية من اللبن اللي انت حطيتيها دي. شوفي هتطلعيها ازاي بقى اما تقابلي ربنا. هتطلعي اللبن، هتطلعي ازاي المية من اللبن اللي انت عمالة تحطي فيها وتغشها وتبيعها للناس دي؟ ها؟ انا مش عارفة اقول ايه والله. ده لا مش عارفة هو رايب ولا هو عامل زي السرسوب. اهو اعمل بيه ايه؟ اما اجيب الكيلو اللبن البقري ب10 جنيه ومعرفش استنفع بيه. اهو معرفش استنفع بيه. ماشي؟ فيا ريت اللي بيغش اللبن ما نغشهوش وما نشيلوش وش اللبن عشان الناس طافحه الدم. الناس طافحه الدم بفلوسها عشان تجيب لعيالها كيلو لبن نضيف يشربوه، ما يلاقوش عليه ولا حته قشطه. ويا ريته بما يرضي اللي عليه ميه كمان. وده هم يا حبايب قلبي، ده هم. اقسم بالله العظيم يا جماعه كانوا 5 كيلو. حطيتهم يروب وقلت عشان الجبنه غاليه اعمل شويه جبنه للعيال ولا حاجه. جيت اشيل من على وشه القشطه ما لاقيش على وشه قشطه خالص. وشوف اللبن عامل ازاي، برضو ما عجبنيش. اهو ولا شلت على وشه قشطه ولا عرفت اعمل منه جبنه. هحط دول على دول بقى واعمل رقاتين للبنات كده هوت من غير بالمكنه. ما انا عشان اعجن ده اريحه مش هيترح معايا، هيقطع. عشان اعجن بدهوت ودهو رقاق يترح هيقطع مني يا حبايب قلبي ومش هينفع. فيا ريت رسالة اتقوا ربنا يا فلاحين، يا يلي بتغشوا في اللبن. اتقوا ربنا في الفلوس اللي انتوا بتاخدوها من الناس وتدوهم اللبن عشان الناس تفحى الكوتة عشان تجيب لعيالها حاجة نضيفة تشربها. يا ريت الرسالة توصل يا جماعة. ويا ريت ان انتوا تعرفوا ان انتوا هتقابلوا وجه كريم وهيحاسبكم على ده كله. الفلوس مش هتنفعكم، ولا والله ما هتاخدوا الفلوس معاكم في الاخر. الكفن ملوش جيوب، هتتحط في حتة متر في متر، هتتحاسب على كل حاجة. خلي بقى بصوا خلي الحاجة دي تنفعكم. اهو انا هحط ده على دي واعمل شوية رقاق هم بالمكنة. بس قلت اوصل لكم بقى يا حبايبي الرسالة دي. يا ريت الرسالة توصل. استودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.